كان أهون عندي أن أرى عشيقي. ما كان في قلبي، ما كان في قلبي وجع وأنت معي، والآن أوجاعي كما ظلي معي تمشي. لا لا مو ذنبي ولا ذنبك، وادري الصوت مو بينا، احنا افترقنا وظلت الذكرى تاخذنا وتودينا، وما غبت عن عيني ولا فارقتني. وقت المحن تبقى تعيش بخاطري حتى نموت احنا معا. هسه تريدني انساك، لا هسه تريدني انساك واسمك بعد ما ذكره. لازم اعترف، حميد خدمته ظروف وخطأ في المناقصة وكسب معركة، بس اللي يكسب معركة مو معناتها انتصر بالحرب. لا، الحرب طويلة وبها هواي معارك، واللي يضحك بالأخير هو اللي ينتصر بالحرب. نظراتك تقول ناوية على شيء الحميد، وبطريقتك اللي دائما كنت تلمحي لي بيها الانتقام الناعم، مو؟ شوف شوق، أنا من درست موضوع رئيسة مجلس سيدات الأعمال لقيت بوابة المشاريع مهمة ومليارات وبعلاقات عربية وأجنبية، وهيام مرت حميد مرشحة لهذا المنصب، فقررت ننزل المنافسة وأفوزك، هم أكسر خشمه وخشم مرته الحميد، وهم نستفاد من أي شيء يجي من هذا المنصب. والله عجيبة، يعني أنا ما أعرف أنت ليش مهتم بيه. أنت ليش مهتم بيه بالوقت اللي مهمشني ومستصغرني؟ أقول لك وموزع لي؟ مصلحتي صارت يمك، وأنا مصلحتي من تصير يم أحد، حتى لا عدوي، أمد إيدي إله وسلم عليه، آخذ المصلحة وأرجع لخانة العداوة. يعني أنت هسه معتبرني عدوتك، تاخذ مصلحتك وترجعني لخانة الأعداء، مو؟ لا، شوق أنت أختي، أختي، والأخت لازم توقف ويا أخوها بالسراء والضراء، مو هيك يقولوا؟ عداوتنا عداوة أخوة مو غربة، وماركتنا على زياقنا. قولي لي شنو رأيك برئيسة مجلس سيدات الأعمال؟ ماشي، أجي وياك، بس أنت تضمن فوزي؟ تقريبا ما عندي أي نشاط، مو؟ موضوع النشاط لا تدوخين نفسك بيه، هاي يمي الفكرة مطبوخة بدماغي وقابلة للتنفيذ السريع. أنا أصلاً مرشحك واسمك موجود، وانتي هسه بالجو وما تعرفين. أنا متأكد هالمرة راح أصيب قلب الهدف. ماما مولك، ليش ما تاكلين؟ انتي طول الوقت تعبانة وبالشغل،
أنا متأكدة أنت ما عدتش برا، لأن أنت ما تحبين أكل برا. مالي نفسي آكل ماما، ولا مشتهي أي شي. بسبب حسام مو؟ تحبيه؟ مو قصة أحبه يا ماما، بس أخاف أكون ظلمته إذا ما أسامحه، وأخاف إذا سامحته أكون ظلمت نفسي. حيرة يا ماما، حيرة. شوفي حبيبتي، أقول لك نصيحة من مرة كبيرة عندها خبرة بالحياة. يا ريت يا ماما تساعديني. أخذي كل وقتك، ولا تتخذين أي قرار بعقلك بس لو بقلبك بس، وإنما فكري بعقلك وحسي بقلبك. ذاك الوقت أي قرار تاخذين لو مليون شخص ما يأثر عليك. بس أي قرار تاخذيه هو حياتك، فلا تستعجلين حتى لا تندمين. إن شاء الله الله سبحانه وتعالى هو يهديك للطريق الصحيح. مو ماماتي؟ يلا حبيبتي قومي أكلي. سام، شو بعدك بالشركة؟ ماكو شيء. كانت اكو كم شغله متاخره قلت اخلصها وبعدين اروح. شغلت ايش؟ معقولة اكو شغل بالشركة وبهذا الوقت وما اعرف بيه؟ حسام، لو انت بس ابن مدير شركة كان قلت لك في مال لا واطلع وادير وجهي واروح. انت مثل ابني، شفتك كبرت بناء قدوتك الى ان صرت هذا الشاب، ولهذا عندي حكايتين مهمات وياك. شنو هاي الخريطة؟ كل شيء ما دا أفتهم. هاي خريطة مفصلة لمدينة بغداد، حددت عليها كم منطقة وحددت ألف بيت من بيوت الفقراء. تخيلوا وياي مشروع شوق صبري لترميم 1000 بيت للفقراء ومجانا وقبل لا يدخل الشتاء. هذا الخبر إذا نزل بالعراق شو يسوي؟ إلا يسوي ضجة. شنو رأيك؟ يعني أكيد فكرة كلش حلوة وكلش عظيمة. بعد راح يحلى اللعب أكثر وأكثر، بس أضرب ضربة البداية. لا عمو سلام، انا طلعت فاشل باختياراتي للناس القريبين مني. ما عرفت اختار الناس اللي اثق بيهم. قاسم اللي كنت اقول له انت مو بس صديقي يا اخوي وماكل وشارب ببيتي، نكر كل شي وخان الزاد والملح. انا ريمان اللي كنت اقول لها من قلبه الطيب طلعت تسوي من وراي مؤامرات. بس امل كانت احسن وحده وياي. شنو الفايده؟ تعاملت وياها برعونه وانانيه وقذاره واتهمتها باطل بدون ما اتاكد عن اي شيء انحكى عليها. اهدى يا حسام، اهدى وخلي روحك تهدى. ترى ماكو انسان ما يخطئ بحياته، بس الاهم يصلح الاخطاء. ترى والحياه تجارب، اذا ما تفشل بحياتك ما راح تنجح بالتجارب نهائيا. حسام، انت تغيرت، جاي اشوف حسام القوي الثابت اللي يحب، مو ذاك حسام الطائش. شنو الفايده؟ الحالتين فاشل، قبل وهسه. امل كانت بالنسبه لي اسم على مسمى. كنت متأمل وياها بحياه جديده، حياه مختلفه. كل هذا الامل راح.
تدري أنا حذرتها من عندك؟ معقولة؟ ما غشك طبعا، بس الصورة اختلفت تماما. عمك راح يوقف وياك ويصلح كل الأمور. يا ريت، لأن تدري بيها ايش قد تحبك وتثق بيك. بس قل لي شلون راح تساعدني؟ شنو رأيك باشا؟ يعني ممتازين مثل ما أنا أريد، بس هذول أنت متأكد يجيدون استخدام السلاح بكل كفاءة؟ بس كفاءة باشا، دول محترفين باستخدام كل أنواع الأسلحة من المسدس للمدفع. ما فيه. ونيشانهم ما يخطئ، وأقل واحد بيهم عنده الحزام الأسود بالتايكواندو والكاراتيه. ممتاز جدا، بس هذا العدد قليل، أنا أريد ضعف هذا العدد. تعرف عندي البيت، الفيلا، المحطة، الشركة، حمايتي الخاصة. تؤمر باشا، العدد اللي تريده يجرى لك. بطل يا عجيل من يومك. يكفي هذا الواير؟ يكفي هذا من نربطها بين هذا العمود وهذا العمود. لا اهم شيء يكون يحقق عندنا بين المسافتين. شباب، هاي المسافه وهاي المسافه. شوف تقدر بس توصل لي إياه من هاي اللي هنا، بس طول شوي. أمل، راح اوصل بين هذا وهذا، ما عندي شيء. تفضلي. أشكرك أستاذ حسام. تفضل. باوع، وزع هنا ووزع للشباب. تمام. أمل، أريد أحكي وياك بموضوع. مثل ما تشوف أنا مو فارغة أستاذ حسام، عندي شغل. عادل الدعوات واللافتات جاهزة وكل شيء تمام؟ كل شيء تمام ست، وحضرت لي الصور وعينات كلها راح تشوفيها. تمام. طيب أكدت على دعوات المدعوين؟ أكدت عليهم كلهم ما عدا معالي السيد الوزير واستاذ قصي وكم شخصية من العيار الثقيل. ذولا ست يعني لازم دعواتهم من يمك. طيب روح أنت اشرف على باقي الاحتفالية، وأنا راح أتصل بمعالي الوزير واستاذ قصي. بس يا عادل الاحتفالية أريدها مبهرة. صار، اطمئني. تفضل. الو. بدون مقدمات استاذ قصي، حبيت اذكرك بالاحتفاليه بخصوص مشروع بيوت لا ملاجئ. يا ست هيام، انا راح احاول. استاذ قصي، انا خليت اسمك بالصحافه والسوشيال ميديا وكل الناس تعرف بوجودك، يعني وجودك كلش مهم. لو جنابك متعود تنطي وعد وتنهزم. حاضر، ما راح انهزم. محتاجه شيء بعد؟ شكرا لك استاذ قصي.
حقك، ماكو وقت لا للسلام ولا للكلام. Time is money. احكي، شنو الوثيقة المهمة اللي عندك؟ وش قد راح تدفعين؟ حسب أهمية الوثيقة اللي عندك، وجوز ما لها أي أهمية. هاي الورقة من مستند رسمي يخص أمل، اضطرت تقدمها ويا الأوراق اللي قدمتها لوزارة الكهرباء. هاي اللي راح تخليك تكسرين ظهرها. صار لي 35 سنة أشتغل بالأعمال الهندسية والمقاولات. بصراحة ما شفت لا مهندس ولا مهندسة بشطارتك وبنزاهتك وذكائك. الله يحميك يا مهندسة أمل، الله يحميك. أشكرك جدا أستاذ سلام على هذا الإطراء. زين، أنا هسه عندي اقتراح إلك. تفضل أستاذ. يعني كنت مفكر أسوي عزيمة عشاء، مثل ما يقولون عشاء عمل للمهندسين والمدراء، مطعم فاخر، يعني حتى نناقش أمور العمل الأسبوع القادم. زين أستاذ، ضروري تصير بمطعم؟ شنو رأيك نسويها بصالة من صالات الشركة؟ لا 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 لا، أنا مقرر أسويها بيوم عطلتكم. يعني شلون أقبل أنا أجيبكم بيوم عطلتكم للشركة؟ على الأقل نغير الروتين، نريد شوية يعني نفرح نتونس. فهمت عليك أستاذ، خلص أنا موافقة. يلا أوكي تمام، يلا توكل والله. ها شلون قيمتها؟ ايش قد تسوى؟ كانت تسوى قبل لا تروحين تحكين كل شيء لحسام وتدمر علاقتي بيه بسببك. ترى حسام فاجئني وضغط علي، أنا كنت وحدي وياه بالمواجهة، حتى قاسم فجأة اختفى. انت تدرين من لحظة اللي رحتي وحكيتي له كل شيء هو ما متصل بي ولا سائل عني؟ رسالة واحدة مدزي وهذا كله من وراك. تفضلي، هذا المستند ما له أي قيمة عندي. علاقتي ويا حسام وصلت لنهايتها. إلا إذا قدرتي شنو؟ إلا إذا قدرتي تثبتين لحسام إنه الموضوع كان مجرد تلفيق. يعني أنت تريديني أروح برشي الحسام وأقول له كل الكلام اللي قلته لك كذب بكذب؟ وهو هيجي غبي وراح يصدقني، ما راح يصدق بكلامي. اطمني، الموضوع سهل. وبكل بساطة راح نسوي لنا كم رسالة على كم فويس، وعلى أساس تبدأ تهدديني، يا أما أنطيك فلوس يا أما تروحين تقولين لحسام إنه أنا اللي قلت لك تصورين أمل وتدزي لي إياها وتراقبيها. ولأنه أنا ما رديت عليك رحت ونفذتي اللي هددتي بيه. وبهالحالة المستند اللي بيدك راح يسوى له أكثر من 30,000 دولار. ها، ايش قلتي؟ أوفي كل شيء بمكانه، أنا أشيل الماعين. ما يصير يا ماما، أو فيهم أنت تعبتي وطبختي، هسه روحي نامي وارتاحي وأنا أكمل الباقي. وأنت ما راح تنامين؟ أنا عندي شوية شغل أخلصه وأجي أنام. لا تخافين اليوم أشقش وأنام. وفيش يا بنتي الحلوة، ما تصورين ايش قد مشتاقة لريحتك. وأني مشتاقة لك أكثر يا عمري انتي حبيبة قلبي. يا أهلا وسهلا معاليك، نورتنا. تفضل معاليك تفضل. شكرا لزيارتك، إن كلش سعيدة بوجودك اليوم ويانا. طبعا هذا المكان اللي تكلمت عنه بيوت لا ملاجئ الأطفال، موفرت لهم كل الاحتياجات اللي يحتاجون، مستلزمات مدرسية، ملابس، أغذية. المكان اللي هم ساكنين بيه تعرف إن اليتيم محتاج إلى حنان الأم وعطف لها. طبعا مكان آخر معاليك ممكن أشوفك إياه؟ تفضل. السي في مالتك ممتاز. عندك بكالوريوس إدارة واقتصاد، دبلوم سكرتارية تنفيذية، وكورس متقدم بقواعد البروتوكول والاتيكيت لمديري الأعمال، وإجادة تامة للغة الإنجليزية والفرنسية، وإجادة تامة للوورد والإكسل والباوربوينت. هائل. بالمرحلة اللي جاية رح أتعلم اللغة الألمانية حتى أطور من حالي ونمي قدراتي. عظيم. وإحنا كشركة طبعاً دائماً نجذب الكفاءات والمتميزين، بس أكو أمرين لازم تعرفيهم إضافة للكفاءة والتميز.
هي الأمانة وحفظ الأسرار. تمام أستاذ، إن شاء الله أكون عند حسن ظنك. إذا خلص، ما باقي غير توقيعي وتتعيني، وهذا توقيعي. أهلا بيك بقلقامش جروب. ميرسي أستاذ. يا أهلا أستاذ قصي. أهلا مدام، آسف على التأخير. مو مهم، المهم جيت. تفضل تفضل أستاذ. السلام عليكم. مرحبا معاليك. عفوا أستاذ قصي، أود أسألك شنو رأيك بخصوص ترشيح الست هيام على منصب للسيدة العام من قبل الصحفيين العالميين؟ مع احترامي لمجهود الست هيام في المجال الإنساني والخيري، بس هذا الموضوع مو وقته. بصفتك عضو لجنة الاختيار، هل سيكون صوتك للسيدة هيام؟ اللجنة إلها معايير خاصة بالاختيار، وأكو مرشحين لهم مساهمات وإنجازات مهمة، لهم الاحترام والتقدير. ما شاء الله، وشنو هالجمال؟ قمر، الله يحرسك يا بنتي. هتقولي لي شنو رأيك بالفستان؟ يجنن. بس قولي لي، يعني انت كل هالشياكة والأناقة حتى إذا تروحين لاجتماع الشغل؟ لا، على مود حسام اللي راح يروح لهذا الاجتماع. والله بصراحة ماما ما أدري. ما أدري. شكرا معاليك، شكرا لحضورك. مع شكرا السلامة. شكرا لكم. شكرا لحضورك، شكرا لك. أتمنى لك التوفيق. كنت أتمنى تصريحاتك للصحفيين تكون أكثر إيجابية علي، أكثر من اللي حكيته إلهم. الظاهر ما تريد تكفر عن ذنبك يا أستاذ قصي. أنت وجهتي لي دعوة وأنا لبيت الدعوة وجيت. هذا اللي أقدر أسويه. ست أيام، إذا في بالك هساعدك بغير وجه حق، أنت غلطانة. أما موضوع أكفر عن ذنوبي بسبب الماضي اللي بيني وبينك، هذا الموضوع بيني وبين رب العالمين. المهنية وشرف المهنة، الضمير هو اللي يحكم. ولخصتك، اهلا وسهلا مدام، تفضلي. تفضل عيني. العفو مدام، استريحي. الحمد لله على السلامة. وين أستاذ سلام والباقين؟ ماكو لا استاذ سلام ولا باقي، ماكو هنا بس انتي واني. يعني هاي لعبة منك ومن أستاذ سلام حتى تجيبوني لي هنا وأقابلك لوحدك؟ لا مستحيل، هذا الشيء ما مقبول لا منك ولا من أستاذ سلام. امل امل امل، بس خلي نتفاهم. على شنو نتفاهم؟ ترى احنا مو جهال، نقعد ونحكي، بس انطيني فرصة. تفضل احكي. أنا سويت هاي الاتفاقية ويا أستاذ سلام وحجزت هذا المكان كله، بس حتى أعرف جواب لسؤال واحد بس، وراح تروحي. تفضل اسأل. تحبيني لو لا؟
افتتاح المرحلة الأولى من مبادرة بيوت لا ملاجئ مسوية أصداء كلش حلوة على السوشيال ميديا وعلى كل وسائل الإعلام. وشو الفايدة؟ أخبار المشروع كلها إيجابية وعني الأخبار كلها سلبية. هاك تفضل استلم. باوع. تقصدين تصريحات أستاذ قصي؟ نعم، قصي وتصريحات السلبية عني اللي نقلتها الميديا والقنوات عن كل التصريحات السلبية ضدي، والتعليقات كلها تحيي صراحته. يعني كسب سمعة زايدة على حساب سمعتي. قصي قلل من شأني قدام الملأ. سهلة قصي، إذا ما خليتك تندم على اللي سويته بيه الهسه واللي بالماضي، إلا خليك تندم وتزحف على رجليك. أمل احكي ليش ساكتة؟ تحبيني لو لا؟ إيه أحبك. شنو؟ تحبيني؟ ما أعرف شلون ويمتى صار هذا الحب وشنو هاي السرعة، بس هذا الحب راح يدمرني. عاد ليش رافضتني بهاي الطريقة؟ يعني أنت بكل الشغلات اللي أنا أكرهها، الاندفاع، العصبية، قلة الثقة، كلامك اللي يجرحني بس تعصب. عوفني حسام، الله يخليك عوفني، عوفني روح لهاي البنات اللي أنت متعود عليهن، يعني أنا مو مثلهن. الله يخليك خلصني وعوفني. وأنا متمسك بيك، لأن من زمان أدور على واحدة مثلك. عمي قلت لك أحبك ما حسيتك بس حبيبة، حسيتك أم، حسيت وياك بأشياء مختلفة، عوضتيني عن أشياء كنت محروم منها، الحنية، الدفو. شنو فائدة الشركة والثروة وأنا بردان؟ مستعد أسوي كل شيء بس ما لعوفك نسيح. أنت روحي. ادخل. مساء الخير استاذ حميد. مساء الخير. عين انت سكرتيرة جديدة؟ ما يا كرم، سكرتيرتك الجديدة. عاشت الأسامي مايا. شنو عندك تقدمي لي؟ رح خبرك، بس من بعد ما تاكل حضرتك الوجبة الصحية اللي حضرت لك إياها، مكونة من خضروات ومن السفينة خالية من الدهون، بس ما تعطى الهم، خفيفة لدرجة فيك ترجع تاكل مع المدام. وجبة صحية؟ على فكرة حتى الصوص اللي بتحبها مع السلاد موجودة. طول حياتي العملية يعني بصراحة تعاملت ويا سكرتيرات عراقيات، عربيات، أجنبيات. عمري ما تعاملت ولا شفت سكرتيرة مثلك تسوي. لأنه ولا وحدة كانت بروفيشنال أستاذ، حضرتك لازم تضلك باللياقة الذهنية والبدنية حتى تقدر تكفي النهار، وهذا الشيء من مهام السكرتير. اي صح 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 صح، كل صح كل صح. صحتين وعافية أستاذ حميد، وإذا بتريد بس تخلص عيط لي لأنه في كم ورقة لازم تمضيهم. معقولة؟ خلاص حبيبتي، بعد هاي بدايتنا. ماشي، نعتبر هاي بداية جديدة، بس بشرط. شرط، هاي البداية ما بها غدر ولا عصبية ولا حتى قرارات مندفعة. وبعد شي ثاني، تبطل هاي سوالفك وبعد متبوع على أي بنية، لأن هذا الشيء مس كرامتي. خلاص أوعدك ما راح أباوع ولا على أي يعني اكو واحد عنده هيك وحده يباوع على البنات، يعني ايش ما عندي احساس؟ تتزوجيني؟ امل ايش قلتي؟ حسام، الزواج قرار مصيري، بس شنو؟ بس اكيد مو قرار مستبعد، يعني نهاية كل اثنين يحبون بعض هو الزواج. وانا مستعد اخذ هاي الخطوه وهسه.
حسام احنا لازم ننطي لبعض فرصة أطول حتى نختبر حبنا، وبعدين لا تنسى احنا عندنا مشروع مهم لمستقبلنا لازم ننجح بيه. فهمت علي حسام؟ يعني احنا لازم ما نستعجل، ما نستحق الأحداث. فاهمك. اوكي. محتفل؟ طبعا. صحة هيام اللي كانت تعتقد راح تمشي كل شيء على مرامها. رغم انه الحفلة حضرها معالي الوزير وشخصيات مهمة وانصرف عليها صرف هائل وتغطية إعلامية كلش كبيرة، لكن هيام أخذت صفعة مو بالحسبان. كلام قصي حرق مواقع التواصل الاجتماعي، حرق خلى الناس تقارن بين أفعالها الخيرية وبين ترشحها سيدة العام. يعني المحصلة صفر. لا وشلون صفر؟ ما له شارة. المحصلة مو صفر، جو الصفر بهواي. وهاي فرصتي حتى اضرب ضربتي. نمر دير بالك. دير بالي من شنو؟ يعني أخاف نمر بنفس الربط بالأعمال الخيرية وترشحي لسيدة العام. يعني كل الفلوس اللي صرفناها على بيوت الفقراء راح تروح ببلاش. اللي صرفته أني مو اللي صرفناه، لا تخافي. أنا أعرف شلون ألعب وعلى ياوة ترى أعزف. ماشي ماشي نمر، أنت خليتني بهاي اللعبة، يعني أنا شريك، من حقي أعرف بيش تفكر وش راح تسوي. اليوم بيكون خلص كل الشغل، واخيرا استاذ صار فيك تروح على البيت. هاي شنو؟ طلعتي انت المديره مو انا المدير. السكرتيرة الشاطرة هي الأورجنايزر لمديرة، وهي اللي بتحدد له مواعيده وبدقها أستاذ حميد. ما كنت تعرف شغل السكرتيرات هيك صعب يعني وعجيب. يعني ايش قد لعك ثاني غشيم ويا سكرتيرات السابقات. اسمح لي روح على مكتبي أستاذ حميد، بدي ابعث لك ايميل بجدول مواعيد الأسبوع، وإذا في شيء بدك إياني ظبطه أعطيني خبر إذا بتريد بظبطه قبل ما أروح. أوكي. ويا ليت الشباب يعود يوما فأقول له ماذا فعل به المشيب. هاي شنو ما هو بعد ايش قاعدة لهسه؟ مبين الوجه منور والأمور تمام التمام. تمام وأكثر من أي تمام تتصوري. يعني وتريديني أنام بدون ما أسمع هاي الأخبار الحلوة؟ هسه تحكي لي كل شيء، دير بالك تنسين شيء وما تقولي لي إياه. يلا أسمعك. نريمان عيني، وين صافنا؟ أنتي أبداً مو ويانا. بس شوية تعبانة. زين أوديش دكتور محتاجة شيء؟ لا أنا رح أقوم أروح للبيت. يلا باي باي بنات. باي. عيني ومن الحب وما قتل. شلونك حسام؟ دا خابرك مدى تجاوبني؟ دزيت لك رسائل مدى تفتحها. أنا أعرف إنه أنت زعلان مني وعبالك إنه أنا إنسانة حقيرة. كل الأحوال أتمنى لك السعادة، وكل اللي يهمني تعرف إنه أنا إنسانة وبعمري ما كنت لا غدارة ولا متآمرة ولا حقيرة. أنا كل اللي أريده منك نص ساعة من وقتك، بس رح أحكي لك كل اللي صار وياي، وراح من كل قلبي أتمنى لك الخير واللي رح تختارها. وانا ما جاوبت ولا قررت اي شيء. قلت نقعد انا وياك نفكر ونقرر سويا. والله مسكينة، مبين صوتها مخنوقة من البكي. كلش قهرتني يا حسام. قولي لي شو اسوي؟ روح اقعد وياها واسمع من عندها، اخاف تطلع هم ضحية من ضحايا ما هو قاسم. يعني ما راح تزعلين اذا قعدت وياها نص ساعة؟
أنا راح أزعل إذا أنت سمعتها تبكي وعفتها. وبعدين أنا مستحيل أفكر إنه أنت تخون ثقتي بيك. وأنا مستحيل أخون ثقتك بي. ماشي. كارثة. كارثة كبيرة. التبرعات الجاية للجمعية واصلة للنص، في حين أنا تصورت راح تزداد بعد الاحتفال. ست، هو اكيد اكو دروب صار بالموضوع من وراء الحمله اللي صارت ضدنا بالسوشيال ميديا بسبب الربط بين مشروع حضرتك وترشيحك لسيده العام. بس صدقيني ست، هذا كله مؤقت. ما اريد تبريرات عادل، اريد افكار جديده من هسه تبلشون، ترجعني ترند، مفهوم؟ يلا. صمدي هي لازم تحققين حلمك اللي انت ردتيه. لا تنهزي من اول معركه. صمدي. برافو امل، برافو. الشغل تمام وده يمشي مثل ميل الساعه. استريحي بابا استريحي. أشكرك جدا أستاذ سلام. بنتي امل، تسمحي لي احكي لك كم حكايه؟ أكيد، تفضل أستاذة. تتذكرين من نصيحتك من حسام وقلت لك ابتعدي عنه. قبل كم يوم رتبنا انا وياه حتى تلتقون سوا وبوحدكم. انا حبيت اوضح لك بهذا الخصوص واقول لك شنو السبب حتى لا تاخذي عني نظره معينه. أكيد، تفضل احكي لي أستاذ. حسام تغير وهواي تغير، وطبعا كل هذا بسببك انت. واني هسه اجدد نصيحتي اليك واقول لك استمري وياه. واني متاكد اذا استمريتوا راح يصير حسام اكثر رزانه، وراح يصير الشخصيه اللي ترديها انت والشخصيه اللي نتمناها احنا. احنا اليوم مجتمعين حتى نخلي القواعد والمعايير للشخصيه اللي راح نختارها لهذا العام. وبعتقد هيدي السنه في إلها خصوصيه، ونحن لازم نتعامل مع هيدا الاختبار على قدر هيدي الخصوصيه. سوري، فيك توضح لي سر خصوصيه هيدي السنه؟ شوف، هذا العام مليء بالكوارث الطبيعيه والاحداث السياسيه الصاخبه. يعني عندنا مشردين، نازحين ولاجئين. اذا الشخصيه اللي لازم نختارها لازم تكون متطابقه مع نفس المعايير اللي احنا حددناها. يعني شخصيه هذا العام يجب أن تكون شخصية شاملة. أكيد رح تشوف رؤساء وأمراء وملوك، ولازم تكون على قدر هذه المسؤولية. إذن أقترح الترشيحات لا تقتصر على أصحاب الجمعيات الخيرية مثل كل سنة، لا، إنما تأخذ منحى أكبر وأوسع. كيف يعني؟ يعني أتمنى هاي السنة نختار شخصيات مهمة ومؤثرة بالمجتمع، مثلاً بالسياسة، بالطب، بالهندسة، بالفنون، في أي مجال مهم ومؤثر عندنا. Well, it's a great idea, but it's gonna break the routine that we're used to. فإذا أنا رح أقترح الموضوع على التصويت. أنا موافق. موافقة بالإجماع.
كأني أرى الموت حين أراك تمشي، وكان أهون عندي أن أرى نعشي. ما كان في قلبي، ما كان في قلبي وجع وأنت معي، والآن أوجاعي كما ظلي معي تمشي. لا لا مو ذنبي ولا ذنبك، وادري الصوت مو بينا، احنا افترقنا وظلت الذكرى تاخذنا وتودينا، وما غبت عن عيني ولا فارقتني. وقت المحن تبقى تعيش بخاطري حتى نموت احنا معا. وهسه تريدني انساك، لا هسه تريدني انساك، واسمك بعد ما ذكره.